مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية، اسمحوا لي أن أقدم لكم قمة دوري نجوم بنك الدوحة. صاحب 63 سنة يأتي بعلي نادر على مستوى حراسة المرمى، واليوم راح نشوف انه يبدأ باللاعب برنسل كيمبيمبي اللاعب الفرنسي القادم من بي اس جي للمرة الأولى كأساسي في الآن مرضي، وأتمنى أن أنال هذه كرة محمد عمر خطيرة الأول، ولكن علي نادر يتصدى لكرة الخطير جدا محمد عمر، والذي حاول إذا أول الكرات جواو بيدرو. يا سلام على تسديدة جواو، حاول نعم بمفاجأة حارس المرمى ويعتذر من زملائه لأنه المفترض عرضية، المفترض فريقين فيهم روح. هذه الكرة التي تلعب يا سلام على رأس بغداد، مقوسة جميلة من نعيم. نعم تحركت الكرة وكأنها تعرف مسار بغداد إلى خارج أرضية الملعب، انظر إلى الكرة ما بين كلها فقط من أجل المجموعة ومن أجل الأهداف الأكبر، لكنه إذا اقترب سد. الله يقترب ويسدد، وكرته قد جاورت نعم القائم الأيمن بطريقة ممتازة. انظر إلى هذه الكرة، ولكن الكرة أبعدت. فايز سليمان يأخذها بطريقة ممتازة خطيرة. أجل كرة مصعب. ماذا؟ الله على كرة أخرى لقطر في عملية أن يسجل الهدف الأول إلى بغداد. هذه خطيرة إلى بوجه القدم، وعلي السعودي في عملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. إلى بدر سيار، إلى فايز سليماني. الله يا سليمان، يا سلام يا نعيم. هذه كرة واحدة. الله أي متعة يقدمها الشمال من خلال الكرات الماضية منذ بداية الكرة، منذ النقلات الحلوة، كل شيء كان جميل. وفي النهاية الأسباني الآن كويادو أليكس عنده الكرة، ممكن يمر، لاعب مهاري جدا يحاول، لكن معه كولوفيتش وتسديد تأتي من محمد مناعي. أرضية قوية لكن في أحضان علي نادر. أيماني ينقلها في مساحة جميلة، عيسى يلعب الكرة العرضية. الله نعم يسجل الملك عن طريق جواو بيدرو، يفتتح أهداف القمة بطريقة ممتازة بعد أرضية من عيسى أحمد البرازيلي، يضع الملك في الصدارة نعم بهدف جميل للغاية. صدت في العارضة وولجت شباك الشمال. بالنسبة ممكن راح نشوف راؤول ساندا ممكن في المستقبل، لكن انظر إلى النقلات، انظر إلى الملك ماذا يفعل، انظر إلى نادي قطر. عرضية موجود. الله هذه كيف مرت، هذه كيف ضاعت بالنسبة لفايز، وتسديد. كرة تلعب عالية خطيرة رأسية. الله وكرة، ولكنها على دفعتين لدى علي نادر، لدى بغداد. عرضية بغداد، المحاولة والكرة، التعادل مطالبة، لكن سلمان فلاحي يقول من خلال لقطة وتتغير المباراة ويتحول كل شيء. ويوسف إبراهيمي، علي نادر، التعادل يا شمال. نعم يأتي التعادل ويسجل التعادل، وتعود الأمور مرة أخرى. لا خسارة والشمال ورياح الشمال تستمر بالهبوط. والمباراة عند الدقيقة 103 عند 103 تأتي الصافرة. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، القمة انتهت بالتعب.